الو. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. بصي انا عايزه اسال في المواريث لو تكرمتي. ماشي بس علي صوتك. بقول عايزه اسال في المواريث. اتفضلي. اتفضل. طيب انا دلوقتي ما عنديش اب ولا ام ولا زوج ولا اولاد ولا اخوات. انت وحيده يعني ما عندكيش حد خالص؟ انا وحيده، بنت وحيده، ومامتي وبابايا توفوا، وما عنديش زوج، مش متجوزه، وما عنديش اولاد. ولا بقى عمام ولا خالات ولا اولاد؟ عندي عمام، عندي عم واحد وعمات. عندك عمام وعمات؟ عندي عم واحد وعمات. ماشي. وعندي خالات وخلان. ماشي. مين بقى الورثه بتوعي؟ حاضر يا فندم. انا بس في البدايه بس يعني انا يعني اسال الله عز وجل ان يحفظك يا رب العالمين. حكايه مين الورثه بتوعي في الوقت الحاضر اللي احنا على الكلام اللي انا سمعته، عندك اعمامك يعني دول اللي هم العم والعمات دول ورثه. لكن القضيه اللي احنا بنبحث مين اللي هيرث ومين اللي مش هيرث من بعد دي، الله اعلم يا جماعه. بلاش بس اللي احنا نفكر بلاش يعني الحياه والموت. يعني بلاش اللي احنا نفكر في القضيه دي خالص تماما. يعني انت ما عليك اللي انت تتنعمي بمال الله عز وجل الذي اعطاك اياه في هذه الحياه. ربك رزقك، تقدري تطلعي تتصدقي صدقه، تعملي صدقه جاريه ان شاء الله. لما الحج والعمره يفتحوا ان شاء الله تروحي تعملي عمره، تعملي حج لو ما عملتيش حجه الفريضه، تعملي صدقه جاريه تنفعك ان شاء الله بعد الوفاه. لكن العم يرث يعني لو ما فيش حد زي ما انت بتقولي، ما فيش الا العم والعمات، فدول هيبقى في ورث يعني. هيبقى هنا عندي لا، في دول هيدخلوا في قضيه الورث. بس انا مش عاوز الناس تفكر هو مين اللي هيرث. اصل عمي ممكن يكون ظالمني، طب والله بقى لا اكتب مالي كله عشان عمي ما ياخدش. يعني في ناس ممكن تفكر بالطريقه دي. وده غلط طبعا. غلط يا جماعه. انا معلش انا اسف، مت ايه بقى؟ انا عمال افكر مين اللي عايش في الدنيا. خلاص براحتهم بقى. انا دلوقتي في حياه تانية، انا داخل على مشاكل تانية دلوقتي، فانا عاوز اكون قدها. لكن هو يعني ان الاجابه عمها وعمها.